السلام عليكم. مرحبا بكم في قناة كريترز آر. اليوم بحول الله سوف نبدأ سلسلة أو دورة تعلم التصوير الفوتوغرافي للمبتدئين. سنتطرق فيها إلى أهم النقاط التي ستجعلك تطور من مهاراتك وتفهم المعنى الحقيقي لفن التصوير الفوتوغرافي. فالتصوير الفوتوغرافي ليس مجرد كبسة زر، بل هو فن له أصوله وعلم له قواعده وتقنياته. بدايتنا ستكون بتعريف التصوير الفوتوغرافي وتاريخه، من اختراع أول كاميرا وتوثيق أول صورة فوتوغرافية في العالم إلى يومنا هذا، مرورا إلى أنواع الكاميرات والعدسات، قواعد التصوير، مثلث التعريض، الضوء والألوان إلى آخره، حتى الوصول إلى برامج التعديل على الحاسوب والهاتف. فلنبدأ بسم الله على بركة الله. تعريف التصوير الفوتوغرافي. التصوير الفوتوغرافي هو العلم والفن المختص بالتقاط الصور عن طريق تسجيل الضوء أو الإشعاع الكهرومغناطيسي للآخرين أو لأجسام معينة، إما إلكترونيا عن طريق جهاز استشعار الصور، أو كيميائيا عن طريق مادة حساسة للضوء مثل الأفلام الفوتوغرافية. كذلك هو عبارة عن مزيج معين من أنواع مختلفة من تقنيات التصوير التي توفر للمشاهد رسالة أو مشهدا في قالب فني. وأهم العوامل التي تساعد في الحصول على أفضل الصور هي الزاوية الصحيحة، الإضاءة المناسبة، والعدسة الجيدة. ثانيا، ننتقل إلى تاريخ التصوير الفوتوغرافي. منذ أقدم العصور سعى الإنسان إلى حفظ صور حياته، فبدأ بالرسم في الكهوف، ثم الرسم على الجدران مثل المصريين القدماء، ثم بورتريهات من الشمع إلى آخره، حتى توصل العالم العربي المسلم الحسن بن الهيثم حين تم سجنه في عهد الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله، إذ لم يثنه هذا السجن عن مواصلة بحثه العلمي في الضوء والبصريات، والاستمرار في تسجيل ملاحظاته في سلوك الضوء وانعكاساته. فما كان منه إلا أن سجل ملاحظته لدخول الضوء من خلال ثقب في جدار السجن وسقوطه على الجدار المقابل، حاملا معه صورة غير حادة الملامح ومقلوبة لشجرة موجودة في خارج الزنزانة. سجل ابن الهيثم ملاحظاته هذه حول انتقال صورة الشجرة مقلوبة مع الضوء من خلال الثقب، فوضع العديد من الملاحظات في هذا الموضوع، ووصف الأمر وصفا دقيقا موضحا قوانين الضوء في هذه الحالة. دون ابن الهيثم اكتشافه هذا ووصفه في كتاب المناظر. ومصطلح كاميرا في اللغات الأوروبية أتى من العبارة اللاتينية كاميرا أوبسكورا، التي تعني المكان المظلم المغلق، وهي ترجمة للغرفة المظلمة التي استخدمها ابن الهيثم في تجاربه البصرية، وظلت قيد الاستخدام بهذا المعنى على مدى قرون حتى اختراع قمرة التصوير، فشاع استخدامها لوصف الآلة المعروفة اليوم. في عام 1660 طور العالم الإيرلندي روبرت بويل هو ومساعده الكاميرا بدائية وأدخلوا لها الأضواء. وفي عام 1685 ابتكر العالم الألماني جوهان تيزان نظام الصورة وترتيب لون أي صورة، وبنى آلة تصوير كبيرة من الخشب. وبين عامي 1820 و 1830 ابتكر العالم لويس داجير طريقة في التصوير الضوئي التي عرفت بالداجيروتيب، والتي كانت تصور على النحاس. وفي عام 1835 ابتكر العالم الفرنسي ويليام فوكس تالبوت نظام فوتوغرافي جديد سمي بالكالوتيب، والتي كانت على الورق. دون أن ننسى أن أول صورة فوتوغرافية حقيقية كانت عام 1826 على يد العالم الفرنسي جوزيف نيبس، وقد استخدم فكرة العالم الألماني جوهان هينريتش الذي ابتكرها عام 1724، وهي تعريض الفضة مع الطباشير إلى الظلام ومن ثم الضوء المفاجئ فتتثبت الصورة. وفي عام 1850 اخترع العالم الألماني فريدريك سكوت فكرة ظهور الصورة على الزجاج والتي تسمى كولوديون. تطورت الكاميرا في منتصف القرن ال19 على يد علماء كثيرين، منهم العالم الفرنسي أندريا أدولف
الذي اخترع طريقة الCDV أو كما يسمى الكارت دو فيزيت، وهي أن يكون الفيلم على شكل بطاقات صغيرة متتالية. أول صورة ألوان كانت عام 1861 على يد العالم الفيزيائي جيمس ماكسويل بمساعدة المصور توماس سوتون، وكانت تعتبر مجرد تجربة للصورة الملونة. أما ما يخص تاريخ اختراع الكاميرات الرقمية فيعود الفضل إلى المخترع الأمريكي ستيفن ساسون، وهو مهندس كهربائي أمريكي ومخترع الكاميرات الرقمية. تم منحه شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة روشستر في 1 أكتوبر 2009. في عام 1975 قدم ساسون النموذج الأول بدقة كاميرا تبلغ 0.01 ميجا بكسل، في حين كان يعمل مهندس إلكترونيات لحساب شركة كوداك، وحصل على براءة الاختراع عن هذا العمل عام 1978. وصلنا إلى نهاية الحلقة. حلقتنا القادمة ستكون عن أنواع الكاميرات وأنواع العدسات. دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام.